السلام عليكم. انا خرجت نهار الجمعه اللي فاتت من لابورس ديال كازا، بعت كل شيء، بقى عندي غير اتصالات المغرب لان فيها واحد المبلغ اللي هو قليل بزاف زهيد، لكن كاع الاسهم الاخرين بعتهم وكنت بارطاجيتها مع الجروب ديالي نهار الجمعه مع 10 ولا مع 11 ولا شي حاجه بحال هكذا. الا انه للاسف ماشي بزاف الناس اللي خرجوا، تقريبا خرجوا معي شي جوج ولا ثلاثه الناس. الاغلبيه بقاو حتى التوقع اللي وقع في وسط هذه السيمانه هذه. وكاين كاع بعض الناس اللي باقي ليومنا هذا ما خرجوش من المارشي لانه كيتسناو يعاود يرجع، لان كاينين بزاف لي زانفلونسور اللي تيقول لك باللي هذه فرصه ولا لي سولد دابا عاد شريو، وهذا اكبر خطا. يعني اي واحد يقول لكم هذا الهضره هذه عرفوا باللي راه ما عنده حتى علاقه بالبورصه. دونك قبل ما ندخلوا في الموضوع كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم، لان بدلنا الكاميرا، بدلنا يعني الاضاءه، حيدنا داكشي اللي كان لور، تبدل شي حاجه، شي حوايج في السيت اب. للاسف كنت باغي نسجل لكم فيديو نهار السبت او الاحد، ما تيسرات الامور، ما عقلتش امشى توصلنا بالكاميرا، ومن بعد كانت تضرب لي البيسي، تضرب لي الديسك دور. المهم روينا كحله، يلا اكتيفيت الويندوز غير البارح، عاد انستاليت اللوجيسيالات، ما تيسراتش الامور حتى اليوم. عاد قلت والله حتى غادي نشعل الكاميرا وغادي نتوكل على الله وغادي نسجلوا هذا الفيديو. دونك عطيوني الراي ديالكم، خليوه لي في التعاليق باش نعرف واش السيت اب بحال هكذا مزيان ناضي، وفي اللي احسن واش الاول ولا هذا. المهم كاينين بزاف ديال الناس دابا حاليا تيقول لكم باللي البورصه ديال الدار البيضاء ما كتباعش او لا ما كتاثرش بداكشي اللي واقع في البورصات العالميه، وهذا اكبر معلومه غبيه سمعتها في حياتي هي هذه. وللاسف الاغلبيه الساحقه ديال الناس اللي كاينين يعني كيبغيو هذا المجال او لا باغيين يدخلوا له، ما كيمشيوش يبحثوا. اذا بغيتوا تعرفوا الحقيقه غادي تمشيو وتشدوا مثلا المازي، الانديس ديال المغرب اللي فيه كاع الاسهم ديال المغرب، وتشدوا مثلا اي انديس الاس بي 500 ولا المهم هذوك لي زانديس ديال الميريكان، وغادي ديروا واحد المقارنه، تحلوا الشارت هنا وشارت هنا وديروا مقارنه وشوفوا فاش تكون لا شوت مثلا في الاس بي 500، شوفوا شنو وقع في لابورس ديال كازا، وغادي تشوفوا باللي راه داكشي اللي كيوقع في لي بورس برا كيوقع في لابورس ديال كازا. غير هو بعض المرات كيكون واحد التاخر اللي ماشي يعني ماشي كياخذ ايام بزاف، راه في البلاصه تقريبا يومين ثلاث ايام كتبان لك الدقه كاينه حتى في لابورس ديال كازا. المهم خلاصه من هادشي كامل، خاصك غير تتعلم وتعرف راسك كيفاش تقلب على المعلومه. وباش ما نطولش عليكم بزاف، انا حاليا ما نعاودش نرجع للمارشي، لان بالنسبه ليا انا خرجت نهار الجمعه درجت كل شيء، مي بالنسبه ليا هذا بدايه ديال الكراش. واخا كاينين بزاف الناس يقولك انت شكون اللي غادي تعرف الكراش قبل. انا بغي نقول لكم والله ما صعيب، الا مشيتوا تعلمتوا هرستوا راسكم والله حتى توليو تعرفوا. والدليل راه كاين في الجروب، يقدروا يكذبوني، هذا الفيديو اصلا ملي ابلوديها راه كطلع عند الجروب ديالي كاع دوك اللي كاين عندي في الجروب وغادي يشوفوها، وراه لاشين ديالي راه معروفه عندهم، غيتفرجوا وغادي يشوفوا. ونقدر ندير لكم حتى ندير شي فيديو نوريكم امتى قلت للناس يخرجوا من المارشي وما تسوقوش لهم، وبقيت من بعد تنقولها. واخا كاين بزاف الناس اللي تقلقوا معايا في الجروب، شي قال لك لا تشفيتي فينا، واخا انا علمت قلت لهم راني خرجت، انا غير بغيت نقصح شويه معاهم الهضره، لان الناس ماشي كاملين عندنا نفس العقليه، وماشي كاملين عندنا واحد الباك جراوند اللي تتخلينا ناخذوا القرار ونخرجوا، سواء كان بالربح او الخساره. ملي كيبان لك واحد السينيال ديالك خاصك تريسبكتيه. وانا براسي بهاد التجربه هذه المتواضعه، وفي تي جي سي سي كنا دخلنا في 532 درهم وطلعات بشي 35%، وفي هذيك الطلعه كان مصو داك لي زوردر اللي كاينين في الكارني وحبس هاد الحفله ورجعت طاحت. فاش طاحت طلعت عاوتاني 690 درهم. انا صراحه قلت للناس يخرجوا، حتى واحد ما بغى يخرج. انا براسي تخيلوا الجروب كامل حتى واحد ما خرج، حتى انا وليت دخلني الشك، لان العقليه هاد القاطعه كتولي كيدخلك الشك. الا انه الحمد لله ما كملش حتى 4 ايام ولا 3 ايام وخديت القرار باش خصني نخرج ونريسبكتي داكشي ديالي اللي خدام به مده طويله ومجربو وعارفو شنو هو. ما يمكنش تبقى في وسط المارشي وانت ما عارفش علاش باقي. المهم هما الاسهم اللي كنت بارطاجيت في الجروب عندي اتصالات المغرب، ولكن قلت لهم ما تشريوهاش لان كنت جربت فيها ميثود جديده والحمد لله لحد الساعه راه باقيين رابحين فيها، واخا هاد لاشوت هادي لانه السهم الوحيد اللي باقي عندي في المحفظه لان حاط فيه شي حاجه قليله لا تذكر هو اتصالات المغرب. وبارطاجيت تي جي سي سي خرجنا فيها تقريبا شي 30% د الربح، وبارطاجيت الضحى خرجنا بالتعادل لانه نهار الجمعه فاش خرجت كانت طاحت هي 42 درهم. وسي ام جي بي دخلنا ليها على قبل لي ستاتيستيك ديال الكتتاب، راه كنت درت واحد الفيديو وشرحت لكم علاش انا ما كندخلش في الكتتاب، كندخل من بعد الكتتاب وشنو هما الحوايج اللي كيخليوني
مثلا نقرر واش ندخل من بعد الكتاب او لا. و سي ام جي بي كنت بارطاجيتها معاهم فاش كان الثمن ديالها 267. دونك اتصالات المغرب 94 درهم، تي جي سي سي 532 درهم، سي ام جي بي 267 درهم، والضحى 42 درهم. المهم نهار الجمعه خرجت، حسبوا نتوما دخلوا شوفوا شنو واقع. السبب ديال الخروج ما نقدرش نبارطاجيه لان هذا تيدخل في الميثود ديالي. بطبيعه الحال الشباب اللي معايا في الجروب راه عطيتهم واحد لانفورماسيون، كاين وقيله واحد ولا جوج اللي كانوا عارفينها، اغلبيه ما عارفينهاش، اللي كتقدر تباز عليها وكتشوفها باش تقدر تعرف شنو واقع في السوق. المهم خلاصه من هادشي كامل، علاش درت هاد الفيديو؟ حتى واحد ما خصو يبقى في السوق، انا كندوي من وجهه النظر ديالي، وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. يقدر المارشي يزيد يطلع شويه، ولكن بالنسبه لي انا ما ندخلش نهائيا وما نرجعش ليه الا لا تعطاني السينيال ديال ان خاصني ندخل للمارشي. حاليا ما عندي حتى سينيال. دونك من نهار الجمعه كنت نتسنى يعني هاد الجمعه هادي باش نشوفوا شنو كاين، شنو غادي يوقع في داك الشيء باش ندير الاناليز ديالي. لكن بالنسبه لي دابا حاليا ما يمكنش ندخل نهائيا. غادي نتسناو ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى يتعطى السينيال ديال يعني تيسالي هاد الانهيار وهاد المصيبه كحله اللي واقعه، ويتعطى السينيال ديال الدخول، وديك الساعه ندخلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بكل اريحيه وتبقى مطمئن. الا دخلتي بالسينيال ما عمرك كتخسر. حتى لا رجع لك المارشي كتكون عارف الخساره ديالك، وقف الخساره وما عندكش مشكل، لان تقدر تخسر حتى حاجه مضمونه. كيف ما الضحى مثلا كتعتبر اول سهم ما كنربحش فيه، لكن بطبيعه الحال الاوضاع هي اللي خلات المارشي يطيح. كنا رابحين فيه، كان عاطينا 10%، لكن قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي وقع دابا حاليا في العالم بسبب ترامب، وهادشي ادى لهذا النزول ولا هذا الانهيار. وهادشي راه حتى واحد ما يقدر يتوقعه، لان انت ما عارفش شنو غادي يوقع من هنا قدام. اللي كيهم هو انني كنت داخل بسينيال وخرجت بسينيال، وهادشي اللي خصكم تعرفوا كاملين. وانا طلعت في هاد لا فيديو هادي غير نجاوب باش نقول لكم راه هادشي اللي واقع راه ماشي لي سولد، لان باقي الناس كيشريو لدابا. انا بالنسبه ليا هادشي ماشي لي سولد، وحتى ولو طلع المارشي ما يبقاش فيه الحال. علاش؟ لانه غادي تكون غير تقميره او لا شي حاجه اللي ماشي لوجيك. الا طلع المارشي في هاد الاوضاع هادشي وهاد السينيال اللي عندي، فراه ماشي لوجيك هاد طلع. دونك ما يبقاش فيه الحال، تيبان السينيال ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نرجع للمارشي، وديك الساعه نكون مرتاح لانني داخل بسينيال ديالي. هذا ما كان الخوت، ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نحط فيديوهات، غير هو ما غاديش نحط الميثود ديالي. بطبيعه الحال الميثود غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريها لسبعه ديال الناس، ولكن بالفلوس، وغادي يكون شي ثمن اللي طالع. كندوي على الناس اللي عندهم راس مال كبير. ما غاديش ندخل في الديتاي دابا، لكن ان شاء الله الرحمن الرحيم تندير واحد الموقع وغادي نحط انقاذ المسائل. وديك الساعه اللي عنده امكانيات، كندوي على اللي عنده راس مال كبير وباغي يتعلم ويعرف علاش انا خرجت من المارشي قبل ما يطيح ولا قبل ما ينهار، وعلاش كندخل المارشي، كيفاش، شنو هما لي سينيو ديالي، كيفاش نعزل الاسهم. هادشي كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجيه، ولكن وان تو وان. ما غاديش تكون فورماسيون، ما يكونش فيديو. نتلاقى مع هذا الشخص هذا اللي غادي يكون مهتم، وغادي نشرح ليه في البيسي ديالو مني ليه، وغادي يشوف بعويناته ويتوكل على الله. مي حاليا حتى واحد ما خصو يبقى في لابورس، سواء ديال المغرب او لا ديال برا. الا بقيتو غادي تاكلوا شي دقه. كاين اللي ما كيسمعش، كاين اللي ما كيبغيش يخرج، كاين اللي كيقول لك انا ما نبيعش بالخساره، كل شنو تيقول. مي راه ماشي بحال هكذا باش كدير الفلوس، وماشي بحال هكذا باش تبنى الثروه. كتشوف السينيال كتخرج في حالك. هذا ما كان الخوت. حتى هنا لا فيديو ديالي تكون سالات ان شاء الله الرحمن الرحيم. بهذا السيت اب كنظن باللي غادي تولي تجيني سهله باش نسجل الفيديوهات ونبارطاجي معكم. غادي نبارطاجي اي حاجه غادي تعاون المبتدئين باش يدخلوا للمجال، وباش يقدروا يمشيو يقلبوا على راساتهم ويتعلموا يقدروا حتى هما يدخلوا لهذا المجال هذا. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.